المصريين وجيرانهم. بنود هذه الحلقة بمستهل هذه الحلقة كيف نرى تاريخ المنطقة، وخصوصا عندما نستمع إلى كلمة الحبشة. ثانيا، إذا أخذنا مثال لغة التجرينيا ولغة التجراي أو لغة العفرية أو قبائل البني عامر مثلا، هل يمكن القول بأن هناك تداخل بين شعوب منطقة القرن الأفريقي؟ عطفا على طرق التجارة التاريخية أو مثلا طرق الحج قديما، ما مدى تأثير ذلك على التداخل بين الشعوب وتعرفها على بعضها لبعض؟ هذا هو مدخل حلقتنا اليوم، والتعايش بين القبائل بعضها بعضا وبين المسلمين بعضهم بعضا، كما أن التعايش أيضا بين المسلمين والنصارى والمسيحيين، وكذلك آداب الجوار بين الجار مع جاره القريب والجار مع جاره البعيد، الجار المسلم مع الجار المسلم، والجار المسلم مع جاره المسيحي، وكذلك الجوار بين الدول، الجارة القريبة من إريتريا والجارة البعيدة من إريتريا، وحكم التعايش السلمي فيما بينهم. هذه هي حلقتنا اليوم، وينبغي أن نتحدث عن ما يحصل في منطقة القرن الأفريقي عموما. نفتتح هذه الجلسة بهذا المدخل، وباسمكم جميعا نرحب بفضيلة الشيخ الدكتور حسن سلمان، الباحث في القرن الأفريقي والداعية المعروف. أهلا وسهلا فضيلة الشيخ. أهلا وسهلا، حياكم الله. يا مرحبا بكم. بارك الله فيك. هي أنا أريد هذه الحلقة أن تكون يعني حلقة متميزة، يعني حول ما يحصل في القرن الأفريقي فيما يتعلق بفضل الجوار، وأن الله عز وجل حث على الجوار فقال: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب الجنب. وكذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. الجانب الشرعي شبه معروف لدى كثير من الناس، لكن نحن نريد الآن طرح الجانب السياسي، الوضع الأمني، الوضع الاستقراري في منطقة القرن الأفريقي. نريد أولا يعني لمحة عامة حول ما يحدث في منطقة القرن الأفريقي. تفضل. الله يجزيك خير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، بالنسبة لموضوع القرن الأفريقي، طبعا هو من حيث المصطلح يتسع ويضيق. يعني أحيانا يتسع هذا المفهوم ليكون مفهوما سياسيا أكثر مما هو مفهوم جغرافي جهوي، وأحيانا يضيق. لكن خلينا الآن نذهب إلى التعريف المضيق الذي يعني لا يوسع بحيث لا تستطيع أن تضبط هذا المفهوم، لأن بعض المصطلحات في القرن الأفريقي تدخل حتى اليمن والسعودية، يعتبر الضفتين تدخل في هذا المصطلح. ويمكن الفرنسيين في فترة من فترات أطلقوا هذا المصطلح ليوجدوا ارتباطا سياسيا على ضفتي البحر. لكن القرن الأفريقي المعروف هو ما يشمل منطقة الحبشة التاريخية، وهي إثيوبيا وإريتريا وجيبوتي والصومال وكينيا والسودان وجنوب السودان. هذه تقريبا أعيد مرة ثانية دكتور حسن. اللي هي إثيوبيا وإريتريا، أيوة، الصومال وجيبوتي، أيوة، وكينيا والسودان وجنوب السودان. كينيا وجنوب السودان. نعم. والسودان هذه تعتبر يشملها على الأقل مصطلح القرن الأفريقي المضيق. عندما تتسع طبعا تشمل مناطق أخرى. لو نظرنا حقيقة إلى هذه الدول من الناحية التاريخية، لا نستطيع أن نتكلم عن تجانس تام بحيث نقول والله هذه المنطقة كانت منطقة تجانس كبير وتجانس تام، ولكن نقدر نقول لعوامل تاريخية عديدة جدا أنها كانت منطقة مدافعة. والسبب في ذلك أن هذه المنطقة تتكون من قوميات عديدة، ففيها العنصر السامي وفيها العنصر الحامي وفيها الكوشيين وفيها الساميين، يعني فيها تنوع من حيث القوميات والأعراق، فتشهد أحيانا صراعات ذات طابع قومي وذات طابع إثني. الكوشيين ما المقصود بهم شيخ حسن؟ المجموعات الكوشية هي اللي كانت تعيش في جنوب مصر،
الجماعات الكوشية هي اللي كانت تعيش في جنوب ورد مصر. ذكرهم في كلمة الرئيس إسياس. نعم. بالعيد. هو الآن المجموعات الكوشية يقصد بها الأورومو حاليا، يعني مجموعات الأورومو تدخل في هذا المصطلح، لأن الساميين الآن يصنفوا الأمهرة يصنفوا مجموعات سامية، التجراي يصنفوا مجموعات سامية، التجرينيا في إريتريا يصنفوا مجموعات سامية، التجري بمجموعاتهم المختلفة يصنفوا مجموعات سامية. هذه كلها مجموعات سامية في مقابل المجموعات التي تصنف بأنها مجموعات كوشية حسب المصطلح. فالأورومو الآن على وجه التحديد يصنف بأنه هم من المجموعات الكوشية أصل في ماذا؟ يعود إلى أي؟ كوش هل هو اسم؟ هل هو جبل؟ نعم. هل هو منطقة؟ لا، هو اسم أي اسم من الأسماء، وهو كوش. لكن كان يعني المنطلق لهذا هنا هو كان منطقة جنوب مصر وشمال السودان. جميل. فكثير من القبائل اللي كانت في هذه المنطقة ثم امتدت بعد ذلك لتشمل قطاعات واسعة. جنوب مصر وشمال السودان. نعم، هذا كان الأصل يعني، ولذلك تجد التداخل عموما، التمازج بين هذه المكونات. جميل. إذا عرفنا أن إريتريا وإثيوبيا والصومال وجيبوتي وكينيا وجنوب السودان والسودان هما يعني غالبا القرن الأفريقي. نعم. جميل. الآن أنت طبعا أمام هذا الزخم يعني أنت الآن أمام كتلة اللي هي الكتلة الصومالية بقبائلها بمكوناتها بلغاتها بأديانها. أمامك كذلك الكتلة السودانية بكل ما فيها من أفريقانية وعربية وقبائل عربية وقبائل غير عربية. نعم. ومجموعات مسلمة ومجموعات غير مسلمة. أمامك كذلك إثيوبيا بكل اختلافاتها، قومياتها الكبيرة اللي على الأقل تصنف اليوم بأنها من القوميات والمكونات الكبرى: الأورومو، الأمهرة، التجراي، الصومال، العفر، بني شنغول، المجموعات اللي موجودة في جنوب أثيوبيا، قبائل الأفريقية. فأنت أمام اختلافات وتباينات كبيرة جدا، وبالتالي من ناحية تاريخية سوف لن نتحدث عن إنه والله هذه المنطقة كانت ما شاء الله شنو. يعني مثلا لو نظرنا إلى السواحل البحرية، أمسكها من الصومال أو من كينيا تقريبا، أمسكها إلى أن تصل إلى السودان، كان هذا الساحل ساحلا إسلاميا، كان ساحل إسلامي صرف، ونشأت فيه تاريخيا مجموعة اللي هي مجموعة الدويلات التي تسمى بدويلات الطراز الإسلامي. فكانت هذه مناطق إسلامية تخضع أحيانا للسلطان العثماني، وأحيانا تخضع للسلطان المصري مصر، وأحيانا تتبع للحجاز، وأحيانا يكون فيها اختلاف وتباين إمارات محلية. الهضبة الإثيوبية كان فيها هذه إذا كانت إسلامية، الهضبة الإثيوبية كان فيها صراع ما بين المكون المسلم والمكون المسيحي، اللي هي مناطق الأمهرة، مناطق التجراي، نشأت فيها ممالك ضخمة جدا للمكون المسيحي مثلا. فطبيعي جدا هذه الحالات أن لا يكون بينها ذاك الانسجام، يعني أحيانا تسطو عليهم وأحيانا يسطون عليها من الناحية إلى أن جاء طبعا الاستعمار الحديث وقسم الدول بالطريقة التي نراها الآن. يعني هذه الدول ليست نشأة طبيعية، لا إثيوبيا الحالية هي نشأة طبيعية، ولا السودان الحالي هو نشأة طبيعية، ولا إريتريا الحالية هي نشأة طبيعية. أنت أمام قوة احتلالية جاءت إلى المنطقة. ومثلا لو ضربنا نموذج بسيط، إريتريا مثلا، حتلقى إنه والله هذه الخريطة الحالية هي عبارة عن الخريطة التي حددها الإيطالي نتيجة تفاهمات معينة، نتيجة تفاهمات مع حكام إثيوبيا، ونتيجة نزوله على الأرض وسيطرته على على الأرض بالقوة. تجد السودان أيضا عبر تاريخ طويل جدا ما بين التركية والمصرية والبريطانية تشكل السودان الحالي الذي نعرفه بجغرافيته الراهنة. وبالتالي أنا كثيرا ما أتكلم عن أن هذه الدول بوضعيتها الحالية عندها 4 أزمات لا تفارقها. جميل. الأزمة الأولى هي أزمة السيادة على أرضها ومواردها وإنسانها. وهذه السيادة طبعا نتيجة أنه أنت خضعت الاحتلال ترك آثار. كثير من هذه الدول حتى هذه اللحظة تجد أن القوى التي احتلتها سلطانها بشكل أو آخر على كل موجود وحاضر في المشهد. النقطة الثانية تعاني أزمات هوية، سواء كانت هوية دينية أو كانت هوية قومية. ستجد أن الآن في إثيوبيا خلافات عميقة جدا. ما هي الدولة الإثيوبية؟ ما هي طبيعة الأديان في هذه الدولة الإثيوبية؟ يعني الأمهراوي مثلا الذي يرى بأنه حكم هذه المنطقة لفترة طويلة جدا يريد أن يعرف إثيوبيا بأنها أرض الأمهرة، والناس كلهم يجب أن يتكلموا وأنها دولة مسيحية، وأنها دولة مسيحية. السودان ما بين الإفريقانية والعربية وما بين المسيحية والإسلام
الصراع موجود. الصوماليين ربما حالة شوية مختلفة باعتبار أن الدين واحد والمذهب واحد والقومية واحدة، لكن تبقى هنالك الاختلافات القبلية عند الصوماليين ربما أشد أحيانا من الخلافات الأخرى، فتجد أن المكونات القبلية برضو فيها إشكالات. إريتريا نفس الإشكال، إشكالية السيادة والهوية كلها موجودة، خاصة قضية الهوية حتى هذه اللحظة لم تحسم بعد، لأن الدولة تريد أن تتعامل وكأنما هذه الدولة هي دولة إيه؟ دولة يجب أن يتقبل الناس أنها ذات أغلبية مسيحية، وفي المسيحية أرثوذكسية، وبالتالي البقية يكونوا تبعا لهذه الوضعية. ده الوضع اللي الآن يحاول أن يرسخه النظام. بطبيعة الحال المكون المسلم لا يقبل هذه القسمة ولا يراها بأي شكل من الأشكال. أقل ما يمكن أن يقال في نظرة المسلم أن هي دولة ذات تعدد ديني وتعدد عرقي وتعدد قومي، وبالتالي الاعتراف بهذا التعدد على قاعدة المساواة الوطنية هي التي يمكن تعالج مشكلات الهوية في إريتريا. ولكن النظام دائما يقول يعني النصر للجماهير. عودنا حفاش وجماهيره، يعني هو لا يعترف بجماهير أخرى أصلا، يعني هو لا يرى إلا الجماهير التي أمامه التي صنفها بأنها شعب واحد وحزب واحد وكذا، يعني دي الصورة اللي هو متصورة للحالة الإريترية، لكن مش متصورة الجماهير بمختلف. والنظام في الفترة الأخيرة صحيح بدأ يظهر المسيحية وعمل يعني مؤتمرات وكذا، لكن في الفترات السابقة لأكثر من 25 سنة هو لا يظهر هذه الأمور أبدا. وإنما هو يظهر عودة حفاش. هو كان يتدرج كان يتدرج لأنه يدرك تماما بأنه في حالة وطنية، وأن المكون نفسه اللي أنت الآن وصلت به إلى سدة الحكم هو ليس مكونا واحدا. أنت المكون المسلم كان حاضر في حرب التحرير حتى في داخل الجبهة الشعبية. تركيبة الجبهة الشعبية لما دخلت إلى أسمرة كان اللجنة المركزية فيها تقريبا 50-50. طيب جميل، نعود للأزمات. فعندك أزمة الهوية، أزمة الاستقرار السياسي، عند كل هذه الدول تعاني من مشكلة الاستقرار السياسي. عندك أيضا أزمة التنمية، لأن هذه الدول كلها فشلت تماما في أن تحقق تنمية، وبالتالي أنت أمام أزمات السيادة، أزمات الهوية، أزمات الاستقرار السياسي، أزمات التنمية، أنت أمام كتلة هائلة جدا من الأزمات يصعب معها فعلا الحديث عن أنه والله هذه الدول قابلة لأن تتطور بشكل طبيعي، إلا أن تعمل طيب على ما أسباب ذلك؟ هل الغرب لا يريد لها الاستقرار؟ هل الغرب له يد في ذلك؟ يعني بعض السياسيين يقولون أزمة هذه المنطقة، أزمة القرن الأفريقي هي أصلا هي أزمة الصراع السياسي أو الصراع الاقتصادي بين الدول العظمى كأمريكا والصين. هو على كل صعب أن نحمل كل الأزمات إلى الخارج، لأنه أنت ما خلاص الآن الخارج نفسه شكلك بطريقة معينة. هذه الطريقة التي شكلك بها هو ربما كان يتصور أنها ستحقق استقرار، لكن لم تحقق استقرار. يعني في إثيوبيا مثلا باختلافاتها المتعددة حتى هذه اللحظة لم يصلوا إلى صيغة للنظام السياسي في أنه والله تستقر به هذه المكونات المختلفة دينيا ومختلفة قوميا. لاحظت يعني 30 سنة اللي فاتت مثلا اللي كان يحكموا فيها التجراي سلكوا نظام القوميات اللي هو الديمقراطية الإثنية، بمعنى يعتمدوا فكرة القوميات أساس للحكم، بحيث والله التجراي، الأمهرة، الأورومو كقوميات تتحالف مع بعضها البعض لتحكم تحكم الدولة، فتظل في النهاية في مجموعة رباعية أو مجموعة خماسية مسيطرة على النظام السياسي، تحكم أقاليمها كأقاليم حددت لكل مجموعة حدد لها إقليمها، فالتجراي يحكمون إقليمهم ويشتركون في المركز. جميل. طيب الوضع السياسي حاليا في القرن الأفريقي كيف يدور؟ الوضع السياسي يا شيخنا حاليا وضع متأرجح متقلب، قابل للانشطارات، قابل للتصعيد العسكري. يعني حاليا انت مثلا لا في الصومال في استقرار، ولا في إريتريا في يعني مع جيرانها هنا التي في داخلها قد تكون على الأقل حتى هذه اللحظة القبضة الأمنية موجود، إنه والله هنا نظام سياسي باسط على كل وضعه على الداخل، لكن مع جيرانه حتى هذه اللحظة ليس هنالك استقرار. نأخذها دولة شيخ حسن. نعم. خلينا نبدأ بالسودان. السودان طبعا واضح الآن منذ 2019 يعيش حالة من الانهيارات، حالة من الحرب الداخلية. لم تستطع الحرب منذ أن بدأت الآن، مثلا بدأت 2023 وإلى اليوم نحن كملنا تقريبا عامين ودخلنا في العام الثالث، لم تستطع المؤسسة العسكرية من بسط نفوذها على كامل التراب السوداني وتعمل على وحدة الأراضي السودانية ووحدة الشعب السوداني. كلما تصورنا بأن هنالك تقدم
وإنجازات عسكرية يجب أن تترجم على الأقل كحالة عودة واستقرار سياسي، تلاحظ إلا وحصلت انفجارات جديدة، تارة عن طريق السماء من خلال المسيرات، وتارة عن طريق الاختراقات كما حصل اليومين الماضيين مثلا في سيطرة المثلث الذي هو بين ليبيا ومصر والسودان وإبعاد الجيش السوداني عنه، وهذه طبعا لها مخاطرها عموما في المنطقة. فالشاهد على الأقل السودان حتى هذه اللحظة هو في بركان من ما الذي حدث بالتفصيل في منطقة المثلث؟ منطقة المثلث هي كان فيها على كل الحكومة السودانية بقواتها، ويبدو كان الحركات المسلحة اللي تابعة للحكومة السودانية حاليا هي الموجودة على الحدود، وكانت حامية تماما للحدود الليبية مع السودان حتى لا تسمح لحميدتي وجماعته بأن يوردوا الأسلحة من ليبيا، لأنه هم طبعا في تهمة وفي اتهام قديم بأن حفتر يقف مع الدعم السريع. فعلى كل كان في محاولة لحماية وحراسة الحدود. يبدو أن الإمارات لما رأت الآن بأن التطويق بدأ يطال مساحات كبيرة من الأراضي السودانية وضيق كثيرا على الميليشيا، حركت حلفائها في المنطقة، وبالتالي حركت حفتر، وقامت الآن المجموعة الموالية لحفتر للأسف الشديد وتحت كتيبة تسمى الكتيبة المدخلية المعروفة باسم الكتيبة السلفية، قام هؤلاء بالهجوم على القوة السودانية اللي موجودة على الحدود، مما اضطرها أن تنسحب هذه القوة، فسيطرت على المنطقة ثم سلمتها بعد ذلك لمجموعة الدعم السريع. هذا المثلث خطورته أنه يربط ما بين مصر والسودان وليبيا، فمن يسيطر عليه كأنما يسيطر على مداخل المنطقة كلها، ثم تطل هذه على ولاية الشمالية. الله المستعان. نعم. يعني الآن تراجع الجيش السوداني من هذه المنطقة، تراجع حتى الآن، لم يستطع استردادها حسب معلوماتي إلى الآن، لم يستطع استرداد هذه المنطقة، ولكن أيضا تركها مشكلة، يعني ترك هذه المنطقة مشكلة. سبحان الله. طيب نواصل الحديث. الوضع في أثيوبيا. الوضع في أثيوبيا طبعا من 91 إلى 2018 تقريبا 2018 كان إلى حد كبير هنالك استقرار بقيادة طبعا ملا الزيناوي ومن خلفه. كان قدر على الأقل ملا الزيناوي نتيجة الرؤية التي طرحها أوجد نظام سياسي مستقر، بغض النظر ما تتفق تختلف، لكن قدر يوجد نظام سياسي يستمر 30 سنة تتداول فيه الناس على كل، والمجموعات تحكم نفسها بنفسها في أقاليمها. اختلفت طبعا هذه الرؤية مع إريتريا لم تكن تقبل بهذا النموذج، كان يخشى سياسة فورغي من نموذج القوميات، وأن تكون هنالك قوميات في إريتريا تطالب أيضا بحقوقها، فكان عموما يخشى من هذا النموذج، وكان يرى بأنه إثيوبيا لن تستقر بهذا النموذج. طيب النموذج البديل هو إيش؟ إنه والله تكون في قومية واحدة تطحن الكل وتقاتل في سبيل أن تبقى هي وحدها فكان في إشكال. على كل هذه الفترة إلى 2018 كان في استقرار سياسي. بعدها طبعا حصل نوع من التحول في أثيوبيا، فجاءت مجموعة الأورومو ككتلة أكبر، كانت مهمشة ولم يكن لها حضور لسنوات طويلة جدا، لكنها استطاعت أن تتطور وتنمو اقتصاديا وسياسيا في ظل ومدنيا كذلك في ظل فترة ملا الزيناوي وحكم التجراي. فكان في تحركات، لو تتذكر كان في ثورة شعبية عموما ولدت على كل أنه يتم تقديم أبي أحمد ليكون القائد الذي ينوب عن الآخرين. مجيء أبي أحمد أدى إلى أن تقوم حرب ما بين الدولة المركزية في أثيوبيا بقيادة أبي أحمد وإقليم تجراي. إقليم تجراي بدأوا يشعرون بأن هنالك صلاحيات تنتزع، وبأن هنالك تراجع عن المشروع الذي كانوا يؤسسون له، ويرون بأن أبي أحمد خرق الاتفاق الذي كانوا يحكمون من خلاله، وهو فكرة الديمقراطية الإثنية، لأن أبي أحمد طرح نموذج مختلف. على كل حرب استمرت لمدة عامين، دخلت فيها طبعا هذه الحرب إريتريا لصالح الحكومة المركزية، صالح أبي أحمد وجماعته، فضرب إقليم تجراي ضربة كبيرة جدا وشبه هزم، ولكن حصلت اتفاقية ما بين الإقليم وما بين الحكومة المركزية، استقرت إلى حد ما الأوضاع، ولكن يبدو هذه الفكرة لم تعجب عدد من الأطراف في الإقليم، منهم إريتريا لم يعجبها الاتفاق الذي حصل في جنوب أفريقيا، ورأوا بأن أبي أحمد تخلى عنهم في منتصف الطريق وعمل اتفاق فارتبطت إريتريا الآن مع مجموعات داخل التجراي رافضة أيضا الاتفاق، ومع مجموعات داخل الأمهرة أيضا رافضة
الحكومة المركزية. فالآن هنالك وضع جديد في أثيوبيا على كل يتشكل، وكأنما، ويمكن الخطاب الأخير للرئيس أفورقي وجه فيه تحالفات جديدة، أراد أن يبرز نوع من التحالف الجديد، فتكلم عن قضية السامية والكوشية كما تفضلت في بداية الحلقة. هو بدأ الآن يقول أن الأورومو مهدد حقيقي للمنطقة، وأنهم يشكلون خطرا، وأنهم كذا. فهو طبعا في كل فترة يطرح خطر معين. فترة من فترات قال والله الخطر الكبير في المنطقة هو التجراي، ويجب الناس أن تقاتل التجراي، وقاتل على كل. الآن بدأ يشعر بأنه لا، الموضوع اختلف. الأورومو قادمين بقوة، وفعلا كقومية كبيرة قادمة بثقل بطبيعة الحال، وتستعيد على كل وضعيتها في إطار الدولة وفي ظل قيادة رئيس وزراء من أبناء الأورومو. وهذا يزعج بطبيعة الحال القوميات الأخرى، وخصوصا من يرون تاريخيا بأن حكم إثيوبيا هو حكر عليهم. هذا الذي نراه الآن. قوميات الثلاثة تحديدا هي التي ترى أن إثيوبيا وإريتريا هذه يجب أن لا تخرج عن الأمهرة والتجراي والتجرينيا. هذا التصور عموما الذي يحمله. فرفع شعار السامية على كل، وفي مواجهة الآن الكوشية كما سماها، وهي كلها مصطلحات لا أساس لها أنا في تقدير من الصحة. هو عبارة عن شوفينية معينة، أي المفهوم ضيق جدا، أنه لا يرى إلا ذاته ولا يرى إلا قوميته، ويرى البقية كلها يجب أن تدور في هذا الفلك، وإلا فهي تشكل خطرا. ما علاقة تحالفه بنصارى أمحرة ونصارى تجراي ونصارى إريتريا؟ للأسف الشديد كثير من الناس الذين كانوا لا يدركون حقيقة سياسة فرقي لم يتصوروا بأن الرجل في دواخله هو شخصية طائفية بامتياز، وهو ينظر إلى المنطقة بأنه هو يفترض ما يتزعم، وأن يكون هو هيل سلاس المنطقة. يعني كل صراعاته كانت تنبع من هذه. هو شخص يرى أنه والله هو من بإمكانه أن يقود وحدة المنطقة، وكان ينظر إلى الغرب بأنه والله ليش مهمشينه. الغرب كان دائما يركز على الدولة المركزية إثيوبيا، ويحاول ينظر إلى إريتريا كتابع لهذه الدولة، ويتعامل معه على هذا الأساس. يبدو هذه الوضعية لم ترضيه. يعني معظم الحروب 98 2000 كل الحروب التي كانت تنشأ، هو كان يريد أن يقول للغرب الشخصية الوحيدة القادرة على ضبط هذه المنطقة هو أنا النظام المستقر قادر يعني أسكت الجميع، وبالتالي اعتمدوني أنا في هذا. لكن حتى الآن لم يجد القبول الكافي في أنه والله يكون هو المعتمد في هذا الوضع. الآن يبدو والله أعلم حتى يتم اعتماده بصورة أوسع. بدأ ينادي بأنه والله الأمهرة والتجراي والتجرينيا هؤلاء تحت حجة أنهم مجموعات سامية يريد أن يتزعمهم ويخلق منهم حالة جديدة على كل يتصدر بها المشهد، ليكون إما حاكما للمنطقة بنفوذه على كل من إريتريا يتمدد إلى أثيوبيا، أو أي خطة في رأسه أنا لا أدري. لكن هو الآن يفكر في أنه يجب أن يكون حامي حمى المنطقة. لذلك تجده يتصالح مع الكنيسة، يحاول أن يبرز الكنيسة الإريترية، يحاول أن يظهر الأرثوذكسية. يعني الآن مثلا نسمع أنه احتمالية اندلاع الحرب بين أثيوبيا وإريتريا بالتعاون مع تجراي وأمحارة ضد ما يسمى بالكوشي. هل فعلا نحن بحاجة إلى هذا الحرب كإريتريين؟ هل فعلا إريتريا في خطر كأرض إريتريا مثلا وحدودها ويعني ومصالحها واقتصادها وأموالها وما تمتلكه؟ هل هذه الأمور فعلا في خطر بحيث أننا نزج بأبنائنا في هذه الحرب وندخل في هذا، أم هذه يعني لها رؤى ولها مصالح أخرى شخصية أو مصالح أخرى طائفية؟ ما رأيك؟ يعني نحن نتحدث عن قضية الجوار. لماذا لا يعيش الشعب الإريتري مع جاره الشعب الأثيوبي بأمن وسلام؟ لماذا نحن قاتلنا أكثر من 30 سنة ورزقنا الله عز وجل الحرية، ثم عدنا مرة أخرى نقاتل أيضا مع جيراننا وبعض الأمور، وإلى الآن الشاب الذي مثلا ولد أو كان عمره مثلا 20 سنة في فترة الاستقلال لا يزال إلى الآن في مرحلة العسكرية والاستعداد للدفاع عن هذه الدولة لأكثر من 30 سنة. الآن عمر هذا الشاب 55 سنة ولم يعني يجد استقرارا في دولته وفي أمنه.
حول هذا الموضوع يا شيخ حسن، هل لنا مصالح نحن في الدخول في هذه الأمور برأيك يعني؟ أنا في رأيي إريتريا ليست لها كشعب، أنا أتكلم، ودولة، ليس من مصلحتها أي شكل من أشكال التأجيج للصراعات مع جيرانها. جميل. والسبب الرئيسي الذي يجعلك أنت تكون جزء من هذه الصراعات أنك أنت ما مقتنع بجغرافيتك. جغرافيا الإريترية نفسها إذا أنت اقتنعت بها وشعرت بأنه والله ليس من مصلحة الإريتري المسلم أن يخوض في صراعات السودان، ولا من مصلحة المسيحي الإريتري أن يخوض مثلا في صراعات أثيوبيا، إذا نظرت إلى الوضع بهذا الشكل أنت عندك جغرافيا، عندك دولة معترف بها في الأمم المتحدة، من مصلحتك حراسة هذه الحدود التي أنت نلتها كما تفضلت بمجاهدات طويلة جدا من النضال المستمر أدى إلى أن أنت الآن مستقل. صحيح أنت بحاجة إلى أن ترسم حدودك مع هؤلاء الناس حتى لا تكون محل للإشكالات، لكن ما زاد على ذلك كله يعتبر عبارة عن مهددات متوهمة يتصورها من هو جالس على الكرسي، لكن قد لا تكون لها علاقة بالشعب الإريتري. يعني الآن الشعب الإريتري من مصلحته أن يكون له سلام دائم مع السودان، من مصلحته أن يكون له سلام دائم مع أثيوبيا، من مصلحته أن يكون له سلام دائم مع جيبوتي. هذه الدول الثلاثة التي أنت لك معها. طيب لو شفنا والله ما هي مشكلاتنا الرئيسية الآن، تجد كل مشكلاتنا الآن مع أثيوبيا. معظم هذه المشكلات لها علاقة بصراعات الداخل الأثيوبي أكثر مما لها علاقة بنا نحن. يعني لها صراعات تجراي مع قوميات أخرى، أمهرة مع قوميات أخرى، الأورومو مع قوميات أخرى. إيش دخلنا إحنا؟ أنت إيش دخلك في هذا الصراع؟ أيوة. يعني هذا اللي يجعلنا حقيقة نحتار في إنه كما تفضلت في كل مرة أنت، يعني مثلا لما قامت الحرب وتصور الناس إنه فقط إريتريا يمكن أن تدخل إلى الحدود التي رفض فترة ملا الزيناوي ورفضوا أن يسلموها إياها من خلال اتفاقية الجزائر. كان في بعض الأراضي اللي هي تقريبا منطقة بادمة لم تكن مستلمة. كان الناس تتوقع أنه والله يتقدم الجيش الإريتري في ظل الحرب الموجودة، يتقدم إلى أراضيه ويأخذ هذه الأراضي ويقف عندها. جميل. هذا إلى هنا ما كان في إشكال. تمام. هو دخل مباشرة إلى الصراع داخل تجراي وأوجد إشكالية كبيرة جدا، وحصلت فيها طبعا خسائر هائلة جدا في الطرفين. هذه لا علاقة لنا بها، هذا النوع من الصراع لا علاقة لنا به. في نقطة أخرى أيضا تحتاج إلى عقل استراتيجي، وتحتاج كذلك إلى تفويض شعبي، وهو كيف نريد أن تكون علاقتنا مع إثيوبيا فيما يتعلق بالبحر. يعني الآن إثيوبيا دائما تتكلم عن إيه؟ البحر البحر البحر، ونريد أن نصل هذه الصورة دائما، وهم أيضا يؤججون هذا الوضع لنتيجة إيه؟ هم أيضا يمروا باختناقات في الداخل فيصدروا مشاكلهم إيه؟ في الخارج. حاول مثلا أبي أحمد كل ما ضاقت به الأحوال تارة يصنع مشكلة مع مصر بسد النهضة، وتارة يصنع مشكلة مع إريتريا موضوع البحر، وتارة مع جيبوتي أيضا موضوع البحر، وتارة مع الصومالي موضوع البحر. وهي كلها لو تلاحظ هي صراعات البقاء في السلطة أكثر مما هي صراعات حقيقية أنت بحاجة إليه. يعني الآن يعني هذا البحر لا يمكن نوجد له حلا، بالعكس في عدة أطروحات يا شيخنا، في عدة أطروحات من الصوماليين، من السودانيين، من الجيبوتيين. الجيبوتيين أوجدوا منطقة واسعة جدا للأبي أحمد وقالوا لي خذ هذه حتى لا تقوم لنا كل مرة بحروب، ونعطيك إياها بثمن بسيط جدا. الجيبوتيين ويمكن أمس الآن التصريحات بيناتهم نارية، لأنهم يقولون بأنك أنت والله تفجر أوضاع لا معنى لها. طيب إذا كنت تريد منفذ بحري فجيبوتي عندك، جيبوتي موجود، الصومال موجود، كينيا موجودة، السودان موجود. فإذا هي صراعات للأسف الشديد تقودها النخبة اللي هي على رأس السلطة لتجاوز مشكلاتها الداخلية لتخلق أزمات في الخارج وتقول للناس لا صوت يعلو فوق صوت المعركة. هذه الإشكالية للأسف الشديد. يعني كلما تآكل الشرعية نظام أو شرعية القائمين على النظام إلا ويحاول. فنحن مثلا في إريتريا عندنا مشكلة كما تفضلت، مشكلة واحدة مع النظام في أثيوبيا، وهو إنه والله موضوع البحر هذا سهل جدا لو أن هنالك يعني إرادة حقيقية من الطرفين إنه والله مشكلة البحر تحل. يعني عندنا ما شاء الله مينائين. هل فعلا أثيوبيا تريد القضاء على إريتريا تماما وتضمها إليها؟ قد تكون رغبة، هذه ما في كلام، لأنه حتى نكون واضحين يعني معظم القوميات الإريترية لو استثنينا التجراي لحظة 91 لما دخل الجيش الإريتري إلى أسمرة ودخلت المعارضة الإثيوبية إلى أديس أبابا، حتى ذلك الوقت ما عدا قومية التجراي ما في أحد كان معترف بحاجة اسمها استقلال إريتري. قومية الأمهر عندها مشكلة، قومية الأورومو عندها مشكلة، يعني كانوا يرون بأنه هذا تنازل عن مكتسب حقيقي بالنسبة لهم. فليس بعيدا أن تكون هنالك رغبات، في أنه والله استعادة الوضع في
خصوصا إذا وجدوا أن هنالك مناخا دوليا يقبل بهذا الوضع، يمكن أن تكون هذه المسألة واردة، لكنها أيضا ليست سهلة. يعني أنت إذا كان اليوم ما قادر حتى هذه اللحظة تضبط القوميات اللي في داخل إثيوبيا. طيب الجهود الإماراتية السعودية في حل في الجمع بين أبي أحمد وإسياس، وما تابعناه نحن في أعتقد كان في 2000 وكم؟ نعم 2018 وكذا. هل هذا يعني ذهب هباء منثورا؟ نعم، هي للأسف الشديد طبعا لما تبقى الالتقاءات عبارة عن لقاء مصلحي مؤقت لحسابات سياسية. يعني إسياس أفورقي كان وقتها عنده صورة بأن الذين حاصروا إريتريا وضربوا إريتريا هم التجراي أن يؤدبوا، كان دي الصورة اللي هو حاملها، وبالتالي تحالف مع أبي أحمد لضرب إيه؟ لضرب التجراي. فما بتمشي. يعني هذه شعوب في النهاية باقية، شئنا أم أبينا، نحن نحبها نبغضها، ليس هي ستبقى بالنسبة لنا جوار وموجودين على هذه الأرض، قد تضربهم اليوم ويضربوك بكرة، مش كده؟ فعلى كل لم تذهب هذه المساعي كلها، استمرت فترة بسيطة جدا وانتهت بحرب 23 أو 21-22 في أثيوبيا، وبعدها بدأت فتور ما بين أبي أحمد الذي رأى بأن السلام هو الأصل، وما بين إسياس أفورقي اللي كان يرى بأنه لا، الوضع المفروض يحسم وننتهي من حاجة اسمها تجراي، وماشي كان في مشروع جديد اللي هو لا يذهب. طيب شيخ حسن، هل تتوقع هناك خطورة من نصارى إريتريا ضد المسلمين في إريتريا من خلال ما تراه الآن من جهود إسياس فيما يتعلق ب يعني ما قام به من مؤتمرات النصارى وما كرموه أيضا وعطوه؟ هل هناك خطورة على المسلمين، أو أن إسياس رجل علماني وبالتالي هو يعني لا يهمه هذه الأمور ويريد أن يحكم كديكتاتوري، فلا يهمه الأديان ولا يهمه طوائف، وإنما يهمه أن يحكم إريتريا بالنظام الذي هو يراه؟ في هذه الأوضاع وما نراه نحن، ما هي وصيتك للمسلمين؟ هل هناك خطورة فعلا من نصارى إريتريا؟ يعني التاريخ، نحن درسنا التاريخ ورأيناه، هناك كان في خلاف كبير بين نصارى إريتريا ومسلمي إريتريا، هناك تاريخ يعني درسناه ورأيناه وكذا. الآن هل التاريخ يعيد نفسه؟ أولا طبعا من الخطأ جدا أن نتصور بأنه والله الإنسان يتحرك بلا خلفيات دينية أو خلفيات ثقافية. يعني في نهاية المطاف سياسة أفورقي يعني شنو علماني؟ ماذا يعني علماني؟ شخص بلا هوية، له هوية، بدليل أنه يكرس واقع معين. أنت لا تنظر إلى التصريحات، انظر إلى الوقائع على الأرض. دولة فيها مكونات مسلمة وفيها مكونات مسيحية تنتهي في سلطتها الكلية الآن إلى أكثر من 97% من أجهزة الدولة من النصارى. هل هذا وضع طبيعي؟ يعني العلمانية ما أفرزت علمانية من أبناء المسلمين، ما كانوا موجودين معك، مش كده؟ ليش ما أظهرت هذا؟ ليش ما ظهر هذا الوضع في مكون الدولة الآن؟ أكثر في طبعا مذكرة أو في كان أعدوها إخواننا في موقع عواتي.com، درسوا فيها مؤسسات الدولة مؤسسة أكثر من 95% من الدولة نصارى، الوظائف الكبرى نصارى. يعني عندك مثال الآن مجلس الوزراء، إذا افترضنا أنه والله مكون من كم 20 ولا حاجة، فيه 3 من المسلمين. هل هذا يتناسب ما موقف المسلمين من هذا؟ ماذا يقولون؟ للأسف الشديد، خاصة الذين يقولون بأن إسياس رجل يعني ساهم في تحرير إريتريا وأنه بطل من الأبطال، ماذا يقولون هؤلاء؟ لا، هم طبعا للأسف بعضهم تكشفت لهم الأمور أخيرا. يعني في البداية كانوا على قاعدة أن الرجل علماني مع علماني، لكن ظهر لهم الآن واضح جدا أن الأمر طائفية أفورقي بدأت تتجلى بصورة واضحة، تكريس للحالة الدينية بدأت تظهر بصورة واضحة، أكذوبة العلمانية واللي كان يقال ظهرت في الأوضاع الأخيرة في طريقة تعامله مع الكنيسة. يعني الوضع لم يعد مكشوف. ثم أخيرا الآن الفكرة التي طرحها ما علاقتها بالعلمانية في المنطق. يعني الفكرة التي طرحها الآن أبي أحمد أليس علمانيا؟ ليش أنت والله ذهبت إلى فكرة الكوشية والسامية؟ هي فكرة طائفية في حقيقتها، لكن هو لبسها فقط. هو ينظر إلى أن هذه الكوشية حتى ولو كان على رأسها الآن أبي أحمد، لكنها تحتها عبارة عن مكون ضخم جدا من المسلمين، فهو لا يريد أن يقول الصراع بيني وبين المسلمين، لكن يلبسها فكرة إيه؟
فكرة الكوشية والسامية. طيب ليش اخترت في السامية نفسها اخترت فقط سامية الأمهرة وسامية التجرينية والتجراي؟ ليش ما اخترت العفر؟ ليش ما اخترت معك الصوماليين؟ ليش ما اخترت بني شنغول؟ ليش ما اخترت مثلا المكونات الصومالية الموجودة في اثيوبيا؟ ليش والله بس اخترت مكونات معروفة بحالتها الدينية؟ القرآن الكريم هذه الصورة شيخ برهان جميل. من الخطأ جدا. إذا ما استطعنا نستفيد من التاريخ يا أخي فلنستفيد من الواقع. صحيح. واقعنا اليوم واضح جدا ما الذي تتحرك فيه في المنطقة. هم يتكلمون، لو تتبعت انت التقريدات بتاعت وزير الاعلام الاريتري ويتكلم حتى في فترة الحرب، يتكلم وكأن الدولة هذه ليس فيها الا هم، ليس فيها حتى وهو يتكلم بتودد للتجراي الطرف الاخر الذي يقاتله، ولكن يتأسف ويتحسر بانه نحن وانتم شيء واحد. ايش شيء واحد؟ ايش اللي بيخليك انت وهم شيء واحد وبقيه مكونات المجتمع حقك لست معها في شيء واحد؟ طيب شيخ حسن، نجد القرآن يتحدث عن التعايش السلمي بين مكون النصارى والمسلمين، ويقول لا ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين، عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. كما أنه أيضا يقول يا أيها الذين لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. هو الذي يقول أيضا لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم من الذين أوتوا الكتاب أذى كثيرا من الذين أشركوا أذى كثيرا. وهو الذي يقول ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. وهو القائل سبحانه وتعالى ولن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم. ما هو التوسط في هذه الأمور؟ كيف نجمع بين الآيات؟ هنا الآيات تقول لا ينهاكم الله، يعني التعامل السلمي معهم يعني مطلوب وهو من البر. وهنا الآيات تقول احذروا النصارى واحذروا لأنهم لن يرضوا عنكم حتى تتبعوا وتدخلوا في دينهم. أنا كمسلم إريتري ما الذي ينبغي علي أن أفهم من التوجيه الرباني الثنائي؟ خلينا نقول بأن الآيات في كثير منها تعبر عن الهوية وعن طبيعة الطرف الآخر، كيف يفكر، ما هي دوافعه، ما هو تقييمه نحوك. ده تعبير هويات. كثير من الآيات تعبير عقائدي، تعبير تصوري، تعبير عن الهوية. فيقول لك والله هذا طبيعته هكذا حتى لا تنخدع سواء كنت في دولة أو كنت في معارضة. الوضعية العقائدية يجب الصورة عندك أن تكون واضحة أنه عدو، أنه عدو. لأن الله تبارك وتعالى في سورة النساء بعد أن كان قال والله أعلم بأعدائكم. سبحان. لا تستطيع أن تتعرف عليهم أكثر من الله. سبحان. فهو يبين لك. ثم أيضا في حتة سبحانه في القرآن عجيب، قال ها أنتم تحبونهم ولا يحبونهم. الله. يعني هذه كثير من المسلمين مساكين يندفعوا نحو إنه فكرة التعايش الوطني وكذا، يحبونهم ولكن يقول لك لا يحبونهم. وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمين وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ. فالله عز وجل يحلل لك نفسية هذا الكافر، كيف ما هي نفسيته. لكن في نفس الوقت لما تقوم ولايتك الإسلامية لن تكون ولاية إسلامية صرفة فيها نصارى فيها مسلمين فيها كذا. في لاحظت في إطار الولاية الإسلامية حيقول لك والله سيكون معك أناس يرضون بالعيش معك ولا يحملون عليك السلاح. هؤلاء لا ينهاكم الله عن أن تبروهم وتقسطوا إليهم. لاحظ فرق. هؤلاء السلميين، هؤلاء السلميين الذين وضعوا السلاح، رضوا بحكم الدولة، خضعوا لقانون الدولة العام وقالوا والله نحن مواطنين. فما دام ما يحاربونك ولا يحملون عليك السلاح ولا يتواطؤون مع أعدائك، هم سلميون، يجب أن تتعامل معهم بالسلم. جميل. فهو يفرق بين مفهوم الولاية السياسية ومفهوم التصور العقائدي. التصور العقائدي ما في مجاملات، انه هذا الكافر طبيعته كيت 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 كيت. يجب ان تكون الصوره عندك واضحه. عقيدته كذا، دوافعه كذا، ينظر اليك دينيا كذا. القران بيكشف لك المشهد. في اطار هذا الكشف يقول لك ايضا لما تجي تنتقل كدوله يجب ان تتصور انه في ناس يقبلوا تحت ايه؟ تحت سلطان الامه، لانه هو ما قبل الا بعد ان راى نفسه ضعيفا. فمنطق الضعف هنا سيجعله مسالم. قبل بالسلم أقبل معه السلم، ولا تشترط أنه والله إلا يقبل بإيمانك، لا، قد يكون مخالف ولكن أنت تعامل معه. فهنا تأتي فكرة أنه الإسلام له القدرة بالرغم من التباين العقائدي مع الآخرين، له القدرة على بناء دولة مشتركة مع غيره أو ولاية مشتركة مع غيره. عنده القدرة على هذا الموضوع. وعليه خلاصة الأمر ماذا تقول للمسلمين؟ المسلمين أقول لهم أولا لا بد أن تنطلقوا من هويتكم ودينكم وعقيدتكم وأن تفهمونها الفهم الصحيح وأن تكون هي الحاكمة
والضابطة لبوصلتك في التفكير، بوصلتك في المواقف، بوصلتك في التحركات. فلا تحسن الظن بمن يضمر لك سوءا يعني ما مفروض نكتشف المسألة بعد 40 سنة، والله قد كشفها. الله كاشف لك انه والله كيف يفكر النصراني، كيف يتعامل معه. لتجدن اشد الناس عداوة للذين امنوا اليهود والذين اشركوا ولا تجدن اقربهم موده. لاحظ فصل هذا الامر، لكن في النصارى ايضا بين لك انه والله فيهم وفيهم. نعم. مش كده؟ فانت محتاج الى انه والله تنطلق في التقييم من القران الكريم، وتنطلق في التعامل ايضا من القران الكريم، سواء في دوائر الحرب او في دوائر السلم. ثم أيضا علينا أن لا ننجر في كل معركة يقودها الآخر بحساباته. يعني أنت الآن ما عندك برلمان، ما عندك رئيس منتخب، ما عندك مؤسسات قضائية مبنية بشكل صحيح، كلها عبارة عن مؤسسة بالتغلب الثوري هي إلى يومنا هذا تقرر السلام وتقرر الحرب. ونحن في كل مرحلة للأسف الشديد من هم في الداخل أو هم في الخارج يجرون إلى معركة لم يكونوا أصلا طرفا فيها، وبحجة إيش؟ بحجة إنه والله البلد مهدد. طيب نحن مرة مهددين من التجراي، مرة مهددين من الأمهرة، مرة مهددين الآن من آخر المجموعات اللي هي في أقصى الجنوب بين والله الأورومو. هذه على كل. فأنا عموما الذي أخشاه في هذه المرحلة لما يقوم رأس الدولة ويلخص الصراع بأنه الصراع والله بين الكوشيين ولا سميهم إيش والساميين. طيب إريتريا فيها ساميين وفيها كوشيين، هي نفسها. فيه عندنا الكوش موجودين وعندنا الساميين موجودين والحاميين موجودين. طيب الما سامي ماذا يفعل؟ هذا الحامي أو الكوشي داخل إريتريا هل سينحاز إلى بني كوشيته ولا سينحاز إلى وطنيته الإريترية؟ فهي هذه الخطابات التي يطلقها للأسف الشديد من هو على رأس السلطة دون الاعتبار بالحالة الداخلية، إنه والله حالتك الداخلية ما كلها سامية ولا كلها مسلمة ولا كلها مسيحية، مش كده؟ فإذا ما وضعت اعتبار لهذه الحالة فأنت تقود الناس إلى المجهول، أو في النهاية أنت تكون قررت بأنه والله نوع الدولة اللي أنت ماشي تبنيها ما عندها علاقة بإريتريا، عندها علاقة بالدولة الأخرى. وهذا يمكن اللي ذكره أخونا سعادة السفير فتحي عثمان عندما تكلم، هل والله رأس الدولة في إريتريا ينظر إلى أنه هو إريتري ولا ينظر إلى أنه هو إثيوبي؟ ليش هو دائما شاغل نفسه بقضية انه النظام في اثيوبيا؟ ايش علاقتك به؟ يعني لما تختلف مع ملا الزيناوي بانه والله انا لا ارى ان تعتمد النظام، يا اخي طيب الدولة الاثيوبية بمكوناتها قبلت الديمقراطية الاثنية في اطار سلطة معينة، ايش علاقتك بها انت؟ ما في حد يتدخل معك انت في اريتريا انك انت حاكم 35 سنة ما حد جاب خبرك، شغال مخلينك على حال. فلماذا تعترض عليهم وهم اختاروا نظاما سياسيا معين؟ فهذه كلها إشكالات في تقديري ستدخل الدولة الإريترية في مخاطر كبيرة جدا. والمرحلة القادمة في رأيي قد تكون فعلا من المراحل المفصلية للدولة الإريترية. هل ستكون بوضعيتها الحالية أم سندخل في متاهات على كل كما هو حال الدول المجاورة من حولها؟ مشاهدينا الكرام، استمتعنا بحديث حول ما يتعلق بالتعايش السلمي بين المسلمين وبين المسلمين والمسيحيين أو النصارى في إريتريا، وكذلك التعايش السلمي بين الجوار، وتعرفنا على دول القرن الأفريقي المضيقة، واستمتعنا بحديث الشيخ حسن سلمان جزاه الله خيرا. أتقدم إليكم بالشكر الجزيل، أرجو أن تكونوا قد استفدتم من هذه الحلقة، ونتمنى حقيقة الأمن والأمان والسلام والاستقرار لبلادنا إريتريا خاصة، ولجميع جوار الدول في القرن الأفريقي عامة. نسأل الله تعالى لنا ولكم التوفيق والسداد. هذا أخوكم برهان يحييكم، وإلى حلقة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إريتريا يا جارة البحر ويا منارة الجنوب، إريتريا يا درة البحر ويا منارة الجنوب.